تفتكر ليه في content creators بيعملوا فيديوهات جامدة جدًا من حيث التصوير والمونتاج والscript وفي الآخر الناس اللي بيتفرجوا عليهم مش بيكملوا الفيديوهات بتاعتهم للآخر، وبيقلبوا الفيديو من أول كام ثانية؟ الإجابة ببساطة هي إن ما فيش قصة تخلّي المشاهد اللي بيتفرج على الفيديو يكمله للآخر، لأن مهمًا كان التصوير أو المونتاج جامد لو ما فيش قصة تخلّي المشاهد مستني إيه اللي هيحصل في الآخر، فهو هيقلب على الفيديو من أول كام ثانية. عشان كده في الفيديو ده هاكلمك عن إزاي تخلّي الstory telling يخدم الفيديو بتاعك عشان تخلّي المشاهد يكمّل الفيديو بتاعك لحد آخر ثانية. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده يالّا نبدأ. خلّينا في الأول قبل أي كلام نعرف يعني إيه story telling أصلًا. ببساطة الstory telling هو إنك تخلّي المشاهد اللي بيتفرّج على الفيديو يحس إن هو عايش القصة اللي بتحكيها أو الموقف اللي بتحكيه، ومش شرط إن أنت تكون بتحكي قصة حقيقية، ممكن تكون بتعمل review لحاجة أو بتعمل فيديو تعليمي أو حتى عايز توصّل معلومة معيّنة. وأغلب القصص الناجحة بتبقى ماشية على 5 خطوات. أول حاجة وهي البداية، ودي بتخلّينا نعرف إيه الموضوع أو الشخصية الرئيسية في القصة، وبعد كده بندخل على التحدي أو المشكلة اللي عندنا في القصة دي، بعد كده بنوصل للpeak في القصة أو أعلى نقطة وصلت لها القصة من حيث المشكلة أو الحاجة اللي الشخصية بتواجهها، وبعد كده بيبدأ الحل إن هو يظهر وفي الآخر بنشوف النتيجة. ولو بصيت على أغلب الفيديوهات اللي بتشدك وبتخلّيك تكمّلها للآخر، هتلاقيها إن هي ماشية بنفس الترتيب ده. دلوقتي بعد لمّا فهمنا يعني إيه story telling هنروح الخطوة اللي بعدها وهي كتابة الscript، ودول هم أهم 5 خطوات لو أنت عايز تكتب قصة تشد اللي بيتفرج عليك. أول خطوة وهي إنك تحدد الشخصية الرئيسية، هل مثلًا الشخصية دي أنت وأنت بتحكي موقف حصل لك أو مثلًا client ليك والّا شخص عامةً بتحكي عنه. بعد كده هتبدأ إنك تحدد الهدف، الشخص اللي أنت اخترته ده عايز يوصل لإيه بالضبط في القصة. بعد كده تبدأ إنك تظهر المشكلة وإيه هي الحاجة اللي مانعة الشخصية إن هي توصل للهدف اللي عايزة توصل له، وبعد كده تقدم الحل وفي الآخر توريني النتيجة اللي حصلت من الحل ده. يعني مثلًا تعالَ أشرح لك مثال بسيط عشان لو ما فهمتش الجزئية اللي أنا لسه قايلها دي. لو إحنا مثلًا عندنا فيديو editor والفيديو editor ده جاله client مهم جدًا لازم إن هو يسلم له الفيديو في الميعاد المحدد وبالجودة اللي هم اتفقوا عليها، والمشكلة عنده هو إن هو ما عندوش أفكار أو في حاجات مثلًا حصلت له عطلته أو إن هو حدد الdeadline بتاعه غلط وزنق نفسه في وقت محدد إن هو يخلص فيه الفيديو. وبعد كده الحل هنا ظهر إن هو يبدأ ينظم الخطوات اللي هو هيمشي عليها عشان يخلص الفيديو ده ويعمل work flow منظم من الأول خالص، وبعد كده هتظهر لي النتيجة وهي إنه خلص في الميعاد المطلوب بالجودة المطلوبة. كده أنت بنيت قصة كاملة بناءً على معلومة أو مشكلة واحدة. بعد لما تخلص كتابة السكريبت اوعى إنك تروح تصور الفيديو على طول، لأنك في الأغلب هتصور الفيديو بشكل عشوائي ومش هتطلعه بالجودة اللي كانت في دماغك. لازم قبل ما تصور إنك تعمل ستوري بورد لكل مشهد أو أغلب المشاهد اللي أنت هتصورها في الفيديو ده، حتى لو مجرد رسومات بسيطة. مش لازم إنك تكون بتعرف ترسم أو إنك تكتب نوتس لكل مشهد أنت هتصوره، لأن ده هيوفر عليك وقت كبير جدا لما تيجي تصور، لأنك مش هتقعد تفكر في كل مشهد قبل ما تروح تصوره. ولما تيجي تصور في حاجة مهمة جدا لازم إنك تاخد بالك منها، لأن هي دي اللي هتوصل الفكرة صح أو غلط للي بيتفرج عليك، وهي أنواع اللقطات. عندك مثلا الكلوز اب، وهنا أنت بتركز على حاجة واحدة بس عشان توصل إحساس معين، مثلا زي اللقطة دي. هنا أنت ركزت على عين الشخص عشان تطلع إحساس معين من الفيديو، زي مثلا إن هو في مشكلة أو إن هو بيواجه حاجة صعبة وهكذا. تاني لقطة وهي الوايت شوت، وهنا أنت بتظهر البيئة كاملة اللي حوالين الشخص ده، زي مثلا اللقطة دي. وكمان عندك الهاند هيلد شوت، واللقطة دي بتدي إحساس بالواقعية أو التوتر في المشهد، لأن في الأغلب أنت مش بتحط الكاميرا على ترايبود، أنت بتمسكها بإيدك عشان تبين واقعية حركة الإيد. وبرضه لازم إنك تهتم جدا بالصوت والإضاءة، وأنا عندي حل كويس جدا ليك لو أنت معكش مايك أحسن حاجة عشان تصور بيه، لأن المشاهد ممكن يستحمل صورة متوسطة بس ما أعتقدش إن هو هيستحمل إن هو يسمعك بصوت مزعج طول الفيديو. ودلوقتي هنروح لجزء مهم جدا عشان تعرف تحكي قصة صح، وهو المونتاج. في حاجة ناس كتير جدا بتهملها وهي إنك تقص الحركة بعشوائية. يعني مثلا بعد لما تصور اللقطة اللي انت عايزها ما تقصهاش بأي شكل. يعني هنا مثلا انت مش هتعمل كات عشان الحركة بدأت من هنا، لا، انت هتبدأ تعمل كات من اول فريم حسيت ان هو ممكن يوصل الإحساس اللي انت عايز توصله هنا. يعني ببساطة كل كات لازم ان هو يبقى في مكانه عشان يخدم القصة صح. يعني انت ممكن تصور شوتات صح جدا وكويسة جدا بس في الآخر لما تيجي في مرحلة الإيديتنج تقصقصه غلط فيطلع الإحساس غلط أو يبوظ القصة كلها. وفي 3 تكنيكات بستخدمهم لما باجي بقطع الفيديو. أول حاجة وهي الماتش كات، يعني مثلا زي اللقطة دي انت هنا بتحول من حاجة لحاجة تانية بنفس الشكل بالظبط وفي نفس المكان، وده بيخلي الترانزيشن بين اللقطات مريحة جدا للعين. تاني حاجة الجي كات والال كات، وهنا انك بتخلي الصوت يسبق الصورة او العكس فالمشاهد بيحس ان السرد طبيعي اكتر. تالت حاجة المونتاج سيكونس، وهنا انت بتقطع بشكل سريع زي مثلا اللقطات دي، وده تكنيك بيوضح لك حاجة حصلت لفترة طويلة في وقت قصير جدا. اخر مرحلة وهي الساوند ديزاين، وهنا انت وصلت لأهم مرحلة في الفيديو، والمرحلة دي مهمة جدا لانك
لانك لو اهتميت بيها واهتميت بالحاجات اللي قبلها فانت كده بنيت قصه صح 100%. اول خطوه وهي ان لو في عندك فويس اوفر في الفيديو فانت هتحتاج انك هتعمل له انهانس في حاله انك مش معاك مايك احسن حاجه. وهنا انا برشح لك موقع ادوبي بودكاست، وعلى الموقع ده انت هتقدر انك تتحكم قد ايه انت بتنقي الصوت بتاعك، لان لو الصوت طلع وحش فانت حرفيا بوظت الفيديو كله. بعد كده هتبدا انك تضيف المؤثرات الصوتيه او الساوند افكتس بتاعتك، زي مثلا خطوات المشي او تقليب الورق او مثلا تكتكه القلم او لما تيجي تكتب بيه او انك تضغط على زرار او انك تفتح باب وحاجات تانية كتير. والحاجات الصغيره والبسيطه دي بتحسس المشاهد ان هو اللي عايش القصه. ومن افضل المواقع اللي ممكن ان انت تستخدمها في الجزئيه دي هو بيكسابي ويوتيوب. وحاول انك لو بتصور في مكان عام فانت تضيف الاصوات بتاعه المكان دي، يعني مثلا لو انت بتصور في حته على البحر فحاول انك تحط صوت خفيف قوي مثلا للموج او عصافير وهكذا. وحاول انك ما تعليش الاصوات دي جدا، لانك لو عليتها بشكل مبالغ فيه ممكن ان هو يبوظ واقعيه المشهد. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي حابب نتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه. وبس كده، سلام.